وتنوعت التسمية التي تطلق على الركن الغربي للوطن العربي وبوابة أفريقيا الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وكان تسمياتها ترادف مساحاتها الشاسعة وثقافتها الواسعة. موريتانيا بلد عرف قدره الأولون وسعى لمجده الحاضرون وورث شرفه اللاحقون. بين المغرب والسنغال، بين مالي والجزائر والمحيط الأطلسي، يمتد عملاق جغرافي يضاعف حجم فرنسا بمساحة تزيد عن 1,000,000 كيلومتر مربع، وبسكان يزيدون قليلا عن 3 ملايين نسمة موزعين على 13 ولاية. تعود أول آثار السكن البشري في المجال الموريتاني إلى العصر الحجري، وقد استقرت به قبائل عربية قادمة من الشمال وقبائل من السود جاءت من الجنوب. وفي سنة 708 ميلادية دخل الإسلام إلى هذه البلاد على يد موسى بن نصير، وذلك عندما وطد المسلمون وجودهم في بلاد المغرب، حيث انطلقوا جنوبا لمواصلة نشر الدعوة الإسلامية، حيث أدرك المسلمون أهمية هذه المناطق من حيث دورها الجيوسياسي الحساس، وباعتبارها واقعة على طريق استيراد الذهب من غرب أفريقيا. لعبت موريتانيا دورا بارزا في إثراء الحضارة الإسلامية، وأصبحت مركز إشعاع علمي وثقافي تولد عن هذا الإشعاع نشاط حركة المرابطين في القرن ال11 الميلادي، وهم فرع من صنهاج تفقهوا في الدين، حيث بدأوا الجهاد ضد إمبراطورية غانا 1076 ميلادية، ونشروا الإسلام في كل القبائل المحيطة بهم. وقد توسع المرابطون في جزء من المغرب الكبير والأندلس وبعض المناطق من أفريقيا. فجر صبح مشرق أضاء أركان الوجود، يا فجر صبح مشرق أضاء أركان الوجود. شنقي شنقي شنقيت يا مجد الجدود. يا مجد الجدود مجد الجدود يا أرض عز. مع بداية القرن العشرين بدأ دخول الفرنسيين إلى موريتانيا، وقد واجهوا مقاومة شديدة من القبائل وخاضوا معها الكثير من المعارك، لينتهي الكفاح المسلح سنة 1934، وتأخذ المقاومة شكلا ثقافيا واقتصاديا، ثم ليحصل البلد على حكم ذاتي عام 1956، وتكون نواكشوط عاصمة له في السنة الموالية.
وتم الإعلان عن الجمهورية الإسلامية الموريتانية في ما يعرف بمؤتمر آلاك سنة 1958 لتتوج هذه الخطوات بالإعلان عن الاستقلال التام يوم 28 من نوفمبر 1960. 28 نوفمبر موريتان خلقت بينا زين على الشباب. افرح يا الشعب امرح تشعل النيران 28 نوفمبر موريتان خلقت بينا زين على الشباب. افرح يا الشعب امرح تشعل النيران. ومع الاستقلال بدأت موريتانيا تسير بخطى حثيثة على نهج الدولة الحديثة، متكئة على عبقرية شعبية فذة وأرض مئطاء واقتصاد وطني متكامل. ففي هذا السياق تعتبر موريتانيا إحدى الدول المهمة في مجال الصيد البحري لما تتوفر عليه من مميزات طبيعية جعلتها في مصاف البلدان المنتجة للأسماك، خاصة أنها تمتلك كميات كبيرة من الأسماك ذات الجودة العالية. وفي الآونة الأخيرة تم اكتشاف كميات لا بأس بها من النفط في موريتانيا، حيث يبلغ إنتاجها من النفط حاليا 20,000 برميل يوميا. وإلى جانب النفط تمتاز هذه البلاد بتنوع ثروتها المعدنية من حديد ونحاس وفوسفات وجبس وغيرها، حيث تسهم الثروات الطبيعية الهائلة في تكوين رأس المال الوطني وتطوير البلاد ودفع عجلة النمو. وبالإضافة إلى الثروة المعدنية فإن النشاط الزراعي يمثل أهم النشاطات الاقتصادية التي تستوعب شريحة عريضة من السكان المحليين، إذ تتجاوز نسبة المشتغلين بالزراعة 53% من القوى العاملة. ولئن كانت السمة البدائية هي الغالبة على النشاط الزراعي في العقود الماضية، فإن الزراعات الحديثة بدأت تدخل إلى هذا الحقل، مثل زراعة الأرز في ضفة نهر السنغال، وكذلك زراعة الخضروات وأشجار الفاكهة. وتشهد الزراعة في موريتانيا أنماطا مختلفة، منها الزراعة المطرية، الزراعة الفيضية، والزراعة بالواحات. وبلا اسم الاتحاد لافريقيا ونجيد للريف والاستعداد مشترك تحت كيان وحدات. ترى يا بنات حضرين الميدان ويا الجديد للتعاونيات من فضل الجديد كيف تحبر الأبار وصار بالاستمرار بحماية الشعب والراية بشكل قيد كاح بالأزهار الشباب الجديد يا مشاعر بلاد. وفيما يتعلق بثقافة بلاد شنقيط، فموريتانيا بلد شعب، وشعب ثقافة، وثقافة أرض، وأرض لغة، ولغة فن. باعتبار موريتانيا همزة وصل بين شمال أفريقيا وغربها، وبين العرب والأفارقة، خلق أجدادنا موسيقى تتميز بها هذه الربوع، موسيقى تخص موريتانيا
في الأداء والتلحين بالمقامات والأوتار. وقد توسعت مقامات هذا الفن عبر المراحل المختلفة منذ نشأته، ولأن تاريخ هذه النشأة يبقى مبهما إلى حد ما، غير أن البعض يحكي عن رائد هذا الإبداع ومصمم هذا الإيقاع سدوم ملنجرتو الذي ولد وعاش وتوفي في هذا البلد، وقد مكنته رحلاته وزياراته المختلفة لبقاع شتى من التحدي بإخراج هذا الطرب الرائع. ويتشكل الطرب الموريتاني أو الحساني من مجموعة من المقامات تسمى ظهورة. أما الشعر الحساني والذي هو الغنى فينقسم إلى بتوتة. وفي بداية الأمر خص الطرب مجموعة أسر محددة، غير أنه في الوقت الحاضر انبثق فنانون لا ينتمون بالفعل إلى عائلات فنية. وفي مجال السينما فإنه منذ فشل الاستقلال ظهرت في البلاد إرهاصات تنتمي إلى المجال السينمائي، فقد مكن رائدا هذا الغطاء المرحومين همام ومحمد اللالي وركان من خلق دور للسينماء والشباب، غير أن هذا القطاع سرعان ما عانى من الفتور في التسعينيات حتى كاد أن يتوارى عن الأنظار، إلى أن وهبه الله كوكبة جديدة انبثقت من النوادي الشبابية وحصلت على الدعم والتأييد من طرف السلطات المختصة. كان من نتائج ذلك الدعم دار السينمائيين والأسبوع الوطني للفيلم. وبصورة عامة فإن موريتانيا قدمت للعالم ثقافتها وشخصيتها بطرق مختلفة، كان من أبرزها الشعر، إذ لقبت بأرض المليون شاعر زيادة على تسمياتها المتعددة: أرض المنارة والرباط، المنكب البرزخي، بلاد الشنقيط، إلى التسمية التي عرفها بها العالم بمختلف لغاته: موريتانيا. العلم طاويل قديمة لحل الأمور طميمة، مولاه مستنير ديمة وطريقنا للسلامة. لا تنجبر دور وقيمة ولا تنجبر دور ولامة، والجهل أموال وطلقة والديب لجال يبقى ما ينتفع فيه البرغة ولا فور الندامة. والعلم والخير شقة والجهل والفقر توالى، سلحوا بالمعارف توحد عودنا ونواصل